شفنا اكيد الماتشين بتوع المنتخب المصري، الماتش اللي اتلعب مع السعوديه وفاز المنتخب 4-0 وعمل عمل اداء كويس جدا، وكان في التزام خططي في الملعب، وكان في نزعه هجوميه كبيره جدا. ولعيبه الاهلي كمان، ودي علامه استفهام، دي علامه استفهام كبيره جدا. امام عاشور، احمد سيد زيزو، تريزيجيه، كلهم ادوا ماتش كبير جدا يعني. طب ايه اللي بيحصل ما بين الفرقه وما بين المنتخب؟ ده احنا كنا بنقول الفرقه اكتر تجانس من المنتخب، لان المنتخب بيتجمع على فترات متباعده، فانت في الفريق موجود كل يوم. هل النهارده نقدر نقول المشكله في اللعيبه، ولا نقدر نقول المشكله في الجهاز الفني؟ طب لو قلنا المشكله في الجهاز الفني، هل النادي الاهلي دلوقتي في حمل ان هو يغير جهاز فني تاني من الاول؟ انسى الكلام ده كله، مش هيحصل. النادي الاهلي لو فكر ان هو يغير المدير الفني، على الاقل مش هيبقى قبل نهايه السنه دي، وممكن الاهلي ما يقدرش كمان. لو الراجل صمم على اللي في دماغه والعقد اللي احنا عارفين عنه ان هو الراجل ياخد سنه كامله من تدريبه للنادي الاهلي، فده شيء صعب جدا. هو النادي الاهلي هيفضل يدفع للمدربين شروط جزائيه؟ فده صعب جدا. فانسى قصه المدرب ان هو يقال دلوقتي، ولكن احنا تركيزنا كله في الست ماتشات اللي جايين. عايزين بس ندي المنتخب المصري حقه، وعايزين ندي الكابتن حسام حسن حقه، الراجل اللي يعني انتقدناه كتير جدا واتكلمنا عليه كتير جدا، وانتقدنا الخروج من كأس الأمم الأفريقية، ولكن الراجل برضو كل يوم بيثبت ان هو مدير فني كبير، كل يوم بيثبت الاختيارات بتاعته ان هي اختيارات جيدة. هيثم حسن الراجل اللي جابه عمل ماتش كبير جدا، ماتش السعودية. بس انا ما عجبنيش يعني التصريح بتاع مدرب اسبانيا اللي قال لك احنا بنلعب منتخب تقريبا من الثمانينات او التسعينات. ده حضرتك ده لعبنا وعملنا عليك جيم كبير على فكره، وكان ممكن نكسب بمنتهى السهوله، وقفلنا عليك الملعب تقفيل كويس جدا، وكنا بننقل وكنا بنلعب بساط كويسه، وكنا متحكمين في زمام المباراه، كانت المباراه بتروح وتيجي. ولكن لعيبه المنتخب لا، عملوا ماتش كبير. نقول اللي لنا عليه احمد فتوح في ماتش اسبانيا، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، الواد بيستعيد مستواه، حاجه محترمه جدا. كل الخطوط في ماتش اسبانيا كانت متقاربه، كنا عاملين حساب كبير جدا لمنتخب اسبانيا، كله نجوم يا جماعه، جميل جمال ويعني مش هنقعد نعد، لا احنا لو عدينا بنعد هنا لبكره. لا، اسبانيا منتخب كبير جدا، ولكن المنتخب المصري لعب على قد قدراته، لعب على قد المتاح، لعب على قد الكواليتي اللي موجود، وده مش كواليتي وحش يعني. شفنا زيزو وتريزيجيه وامام عاشور ومروان عطيه، ثنائيات موجوده في الملعب كويسه جدا، وحمدي فتحي. فانت عندك النهارده قوام منتخب يعني انا شايف ان هو يحصد اي بطوله، ولكن نرجع لعلامه الاستفهام اللي هي بتاعت النادي الاهلي. طبعا الاهلي دلوقتي على المشاع، اخبار كل يوم بتطلع وانت مش عارف الصح والغلط من الاخبار دي كلها ايه. اخبار عن الانتقالات، واخبار عن اقاله المدير الفني، واخبار ان ده ماشي وده جاي. انا ما اعتقدش ان الاهلي بيفكر بالطريقه دي، ولكن في الفتره الاخيره طبعا في سقوط اداري يعني. مهما تقعد تقنعني ان مفيش سقوط، لا في سقوط اداري، لا في مشاكل اداريه. لا انت النهارده بتقيل لجنه التخطيط، لا انت النهارده بتقيل لجنه السكاوتنج، لا انت النهارده بتشيل مدير التعاقدات، لا انت النهارده بتغير الكابتن سعد وحافظه. وعايز اقول لحضراتكم على حاجه والله العظيم يا جماعه، القصه كلها بدات من اقاله الكابتن سيد عبد الحفيظ ايام ما كان كولر موجود في النادي الاهلي، ودي القشه اللي قسمت ظهر البعير زي ما بيقولوا. راجل مستقر وراجل كويس واخد معاك بطولات بسم الله ما شاء الله، والمدير الفني مرتاح معاه، والمدير الفني حبه وحابب وجوده معاه. انت النهارده تيجي تسحب العنصر، هو عمل ايه الراجل؟ وفي الاخر انت بنفسك اللي رجعت وجبت عضو مجلس اداره. كل ده علشان حضرتك انا عايز اعمل كوادر يا سيدي، مش في المرحله الخطره اللي كان بيمر بيها النادي الاهلي. جاي النهارده تغير القوامه، وان انت تغير مدير الكوره، الراجل اللي كان مسيطر سيطره كامله على اوضه اللبس اللي انت النهارده لحد النهارده مش عارف تسيطر عليها. جبت خالد بيبو ما عرفش يسيطر عليها، جبت الكابتن محمد يوسف ما عرفش يسيطر عليها، جبت الكابتن وليد صلاح الدين حاليا اهو موجود. ولكن الامور زي ما انتم شايفين، احنا بنخرج من بطوله افريقيا. احنا دلوقتي في الدوري انت ما تعرفش هتاخد المركز الثاني ولا تاخد المركز الاول ولا تاخد البطوله. فانت عندك النهارده معترك كبير جدا. هل النهارده تركيزك 10/10 عشان تقدر تكسب الست ماتشات اللي جايين وتخلصنا من القصه دي؟ على الاقل اضعف الايمان بالنسبه لي ان انا اطلع مركز ثاني واروح دوري ابطال افريقيا. ما ينفعش السكواد اللي عندك ده كله في الاخر نطلع بالمولد بلا حمص. ما ينفعش والله العظيم يا جماعه، انا مش مستوعبها. وزي ما قلت لحضراتكم قبل كده، لو كان جه حد اتكلم معايا قبل بدايه الموسم وبيقول ان الاهلي مش هياخد حاجه السنه دي، يا عم انت في حاجه في دماغك حضرتك؟ كل النجوم دي والاهلي مش عارف ياخد بطوله؟ ده انت عندك من خط الدفاع لحد المهاجم بسم الله ما شاء الله كلها نجوم. صحيح احنا ما عندناش مهاجم عشان بس ايه ما نقعدش بس نزود في الكلام، لكن عندك كل الخطوط تقريبا
خطوط متكامله، ولكن الراجل بيألف بيألف، الراجل بيخترع كره جديده بيخترع كره جديده، الراجل مش ما فيش كيمياء ما فيش كيمياء. خليني اتكلم معاك بمنتهى الامانه، ما احنا لازم النهارده نبقى صراحه مع نفسنا علشان خاطر نشوف مشاكلنا فين ونحلها. وهفضل اقول برضو الكلام ده كل مره. انت النهارده هل المدير الفني، معلش يا جماعه الجو بس حر شويه بتاسف لكم جدا، ولكن هل النهارده المدير الفني كفء ان هو يمسك النادي الاهلي؟ ما اعرفش. الراجل بدأ بدايه كويسه مع النادي الاهلي، كسب السوبر المصري قدام الزمالك، وبعد كده في حاله هبوط شديده جدا. تقول لي توقفات، تقول لي الراجل بيغير مراكز لعيبه بسوء، يعني الراجل بن شرقي يلعب شمال يجيبه يمين، يلعب بيمين يجيبه شمال، تريزيجيه حيران ما بين المهاجم وما بين الوينج، شويه حسين الشحات وشويه زيزو مستوياتهم وقع، امام عاشور. طب وبعدين يا جماعه والله العظيم بجد، يعني انت لو جيت تبص على فرقه النادي الاهلي، لا في شيء غلط، في حاجه مش مظبوطه في النهارده عشوائيه في اتخاذ القرار، في النهارده لا مبالاه في اتخاذ القرار. الكابتن محمود الخطيب بيسيب الجمل دلوقتي بمحمل. بصوا يا جماعه والله العظيم انا مقدر جدا مجهود الكابتن محمود الخطيب، وعارف قد ايه ان الراجل ده عنده تفاني للنادي الاهلي، وعارف قد ايه الجمهور بيحبه ومش هيسخط عليه في الفتره اللي جايه ولا حاجه. ولكن احنا كجمهور النادي الاهلي مش بنتحمل ان احنا نشوف فريقنا بيقدم الكره دي في وسط النجوم اللي احنا شايفينها في الملعب. فالكابتن محمود الخطيب ما قصرش مع الفريق. الكابتن محمود الخطيب اختيارات في اللعيبه تقول ان انت هتاخد الاخضر واليابس. مش موفق في المديرين الفنيين من بعد ما مشى كولر. انت ما عرفتش تجيب مدير فني يعني يرضي طموحك، او تجيب مدير فني يكون على قد الامنيات والتمنيات بتاعت فريق النادي الاهلي. فانت النهارده بتطلع من الموسم لا قدر الله ممكن تطلع بموسم صفري، فتبقى يعني بصراحه تبقى كارثه كبيره. لان انت النهارده على الجبهه الثانيه هتلاقي نادي الزمالك بمشاكله بقصصه بديونه بالقضايا اللي عليه في الفيفا، باللعيبه اللي بتتمرد بالقصه. مش عايزين بس نقول عشان يعني ان احنا بنطلع اخبار عن نادي الزمالك هي مش مظبوطه. جماهير الزمالك عندي هنا يعني بيتقمصوا شويه، ولكن احنا بنقول الواقع. لكن الزمالك لا بقى في حاله، الزمالك عامل حاله، الزمالك عامل اداء كبير. ولولا ان هو اتغلب من انبي في اخر ماتش، لا الزمالك كان هيبقى فارق النهارده، ما كنتش تعرف تجيبه. فانت النهارده هتقابل الزمالك وهتقابل بيراميدز. هل النهارده انت عندك القدره ان انت تكسب الاثنين دول؟ لان هم دول المنافسين الرئيسيين بتوعك، يعني لازم تكسب الاثنين دول عشان تعرف تاخد الدوري. هل النهارده الاهلي عنده القدره ان هو يكسب نادي الزمالك وبيراميدز؟ هنشوف. اول ماتش ان شاء الله مع سيراميكا كليوباترا يوم الثلاث اللي جاي، نتمنى التوفيق للنادي الاهلي. ولكن علشان تبص على الموضوع وتقدر ان انت تحط ايدك على الجروح اللي موجوده في النادي الاهلي، اولا انت محتاج مدير تعاقدات يكون معروف ويكون سي في قوي ويكون يقدر يكون كشاف، الراجل ويعرف يشوف لعيب. لان برضه من مهامه ان هو يعني شفنا كابتن عادل القيعي كان بيروح ويجيب لعيبه وكان بيرشح لعيبه وكمل. يعني مش هنقعد نعد في الصفقات اللي عملها كابتن عادل القيعي، وكلها صفقات يعني بفضل الله سبحانه وتعالى كلها ناجحه. فانت محتاج يعني من ساعه ما مشى كابتن عادل القيعي واحنا برضه في نفس القصه بنعاني، مش عارفين نجيب مدير تعاقدات. ما انت عندك هيثم عرابي ما موجود الراجل ويتمنى من النادي الاهلي اشاره واحده. مش عارف ايه فكره الرفض على هيثم عرابي، والراجل كان موجود في فتره وجاب لك ايفونا وجاب لك اكتر من لعيب وبرضه عملوا معاك الفارق. ولكن تحس برضه ان احيانا دماغ النادي الاهلي صعيدي، يعني زي حالاتي كده انا صعيدي، فدماغ النادي الاهلي تحس ان هي صعيدي. لا انا متزمت من ناحيه قراري، ولكن في وقت لازم تستسلم ان انت غلطان. يعني لازم تقول انا غلطان ولازم اعدل في المنظومه علشان الدنيا تقف تاني. لان احنا لو فضلنا بالطريقه دي يبقى انت عندك مشاكل كتير جدا وهتواجه مشاكل كتير. وحتى لو دخلت الموسم اللي جاي فانت برضه هتواجه مشاكل كتير لو فضلت بالتخطيط ده وبالفكر ده. يبقى لا انت النهارده عندك مشكله. دلوقتي ملف الكوره كله مع مين؟ مع الكابتن سيد عبد الحفيظ ومع الاستاذ ياسين منصور. هل النهارده الناس هتقدر؟ نتمنى. يعني احنا كجمهور النادي الاهلي ايه اللي يفرق معانا غير ان احنا نشوف النادي الاهلي بيكسب وياخد بطوله واللعيبه في الملعب تأدي كويس، وكل واحد يعرف هو بيلعب لشعار مين. كل لعيب لازم ينكر ذاته يا جماعه، كل لعيب لازم يلعب للتيم، كل لعيب لازم يفكر في الجماهير اللي بره اللي بتيجي من اخر الدنيا علشان تشجعك. كل اللعيبه اللي بره دي لازم تعرف قيمه وقامه تيشيرت النادي الاهلي. خلينا اتكلم معاك والله، يعني الواحد لو بيقول لي اللعيبه دي
يا جماعه حرام عليكم، يعني 100 مليون و70 مليون و30 مليون و100 مليون، يعني ادونا حاجه، ادونا اماره من الكلام ده، خلينا نشوف اماره من الملايين دي كلها اللي بتتاخد. وانا يعني ربنا يزيدكم والله، وربنا يديكم اكتر، ولكن الواحد ما بيفكرش غير في الاداء. ما احنا، انا اسف يا جماعه معلش، ما احنا لو كسبانين، يعني احنا لو كسبانين وشايفين اداء كويس، ما حدش فينا يا جماعه هيتكلم. ولكن انت النهارده بتشوف اداء الله المستعان، يعني الله المستعان، عك كروي هتشوف